معانا ندى، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء؟ ازيك يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله. لو سمحت انا كنت عايزه بس احكي لحضرتك ان انا عندي والدتي هي يعني انا عايزه اعرف انا كده عندي وزر ولا مش عندي وزر، او عشان انا خايفه ان ربنا يكون ايه اللي حصل؟ زعلان مني. طب ايه ماشي، السؤال؟ احكي لنا ايه اللي حصل. هي قاسيه شويه من هي إيه؟ صغري. قاسيه شويه، آه. يعني عندها قسوه، عندها جامده. ايوه. من صغري وانا يعني اوعى الاقيها يعني هي مش هقول انا معايا بس، لكن هي معانا كلنا، بس هي كانت بزياده عليا شويه. بتضربكوا يعني كانت وانتوا لا صغيرين؟ لا لا، هو مش ضرب، هو بس في المعامله. ما عندهاش احتواء، ما بتعرفش تطبطب، ما بتعرفش تحن. فنشأنا كلنا على كده، ولحد ما كبرنا وانا اتجوزت وكل اخواتي اتجوزوا كده. فحصلت مشكله مؤخرا، انا مش قادره اصور لك يعني هي يعني كميه الاذى النفسي اللي انا تعرضت له منها عامل ازاي. اذى نفسي، مش قادره يعني انا عايزه اسامح، مش قادره اسامح. عايزه اتعامل معاها من غير ما اكون انا متضايقه من جوايا. انا انا عصبيه وكل حاجه، بس انا اللي كان واقف بينها بيني طول العمر هو ربنا. كنت بخاف من ربنا، يعني عشان اجي ارد عليها ما كنتش برضى ارد عليها، او ارضى مثلا اعمل اي حاجه. لدرجه ان انا كنت يعني ما فيش تعامل اساسا، يعني عشان اجي اتعامل مش عارفه اتعامل، عشان انا عايزه ابعد عن القسوه دي، لانها سببت لي اذى نفسي محدش يتخيله ولا يتصوره. مخليني دلوقتي مش عارفه اتعامل مع الناس. في الاخر دلوقتي انا حصلت مشكله مؤخرا، ان انا حصل مشكله كده بينا ومش عارفه ايه. وقطعتني، ورحت لها وكلمتها برضه مش عايزه تكلمني. مش طيب. عايزه تكلمني، مش عايزه تكلمني، مش عايزه مش عايزه. يعني هي بعد المشكله كلها كلمت اخواتي الا انا. ايوه، انت حاولتي تصلحيها يعني؟ كلمت اتصل عليها، ورحت لها كمان البيت، وبعد البيت حتى جيت اكلمها، ما حصل موقف ان هي مش رمت، يعني ادت التليفون لحد تاني عشان ما تكلمنيش. ايوه، اشمعنى انت طالما المشكله كانت اخواتك كلهم فيها مش انت لوحدك؟ ما انا قلت لحضرتك ان هي اصلا من البدايه كانت قاسيه عليا شويه، يعني انا هي يا استاذه ندى، يعني القسوه دي كانت عليكي لوحدك ولا على اخواتك؟ على الكل. لا، هي بص هي شديده، بس انا متفهم تقريبا على فكره، انا متفهم والدتك وممكن الصوره تكون واصله لي، لكن هو القضيه ان هي القسوه دي كانت عليكي انت بس ولا على اخواتك؟ لا بص، هو هقول لحضرتك على حاجه. هي اصلا ده طبعها. بس انا كنت بلاقي رد فعل منها بزياده عليا شويه، طول الوقت ما فيش كلام معايا، طول الوقت واخده موقف مني. طيب انت كنت بتقفي لها على الواحده؟ يعني انت كنت بتقفي لها على الواحده زي ما بيقولوا؟ لا 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 لا، بالعكس خالص. انا كنت بطلع من الصبح ما ارجعش غير اخر النهار، عندي شغلي، ما فيش تعامل. يعني انا كنت بعيده، المفروض ان انا اكون مثلا، يعني عشان انا بعيده ما اعرفش هو كان كده ليه. الاقيها هي ما بتكلمنيش من نفسها، بعد عني. ده كان مسبب لي برضو اذى. يعني انا كنت بسال نفسي طول الوقت ليه هي بتعمل كده. هو انتوا كنت على طول حزينه. كم اخ واخت يا ندى؟ احنا 5. انتوا 5. احنا 5. لكن هي يعني عندها جفاف عاطفي يعني. بالظبط كده يا استاذه دعاء. ولحد دلوقتي انا مش فاهمه. انا عايزه بس ارتاح، انا عايزه احس ان انا مرتاحه، مش عايزه ربنا يبقى زعلان مني. حضرتك بتروحي مثلا زي اخواتك؟ هل اخواتك بيروحوا يزوروها؟ انت مقله في الزياره مثلا؟ يا دكتور احمد، هو اصلا من الاول خالص انا هي يعني انا كنت قلت من الزياره. كنت بروح عادي، بس لما كنت قلت من الزياره بسبب القسوه ديت. ايوه، هو ده اللي احنا عاوزين نوصل. ممكن يكون الجفاف اللي عندها دلوقتي. أنا عايزه اقول لحضرتك هي وصلتني لدرجه صعبه، انا مش عارفه اعيش. طب بصي يا استاذه ندى، خلي بالك بس واحده واحده، وخليكي معايا بعد اذن حضرتك. اولا لازم تعرفي ان كل انسان له ربنا مقدر له يعني جزء من الابتلاء. ده ابتلاء كبير جدا موجود في حياتك، كويس؟
لكن عشان اتخطى العقبه النفسيه الشديده دي رب العالمين حط لي شويه حاجات كده، اللي هو اول حاجه اللي هو الصبر، اللي انا اصبر ان ده ابتلاء، وانا مؤمن ان ده ابتلاء لازم اصبر. انا صابره والله صابره. اسمعيني بس هقول ربنا لك. عالم انا صبرت قد ايه. انا بقول لحضرتك هي سببت لي انا مش عارفه اتعامل مع البشر. انا عاوز اقول لحضرتك ان الاذى النفسي دي انت تقدري عليه يا استاذه ندى. الاذى النفسي اللي حضرتك فيه ده، اللي انت محطوطه فيه طول ما انت ما بترديش على والدتك، واخده بال حضرتك، وانت بتتعاملي معاها معامله طيبه، انت تؤجري عليه. يعني ده نوع من الابتلاء عشان ربنا يرفع قدرك. دلوقتي انا لما افضل ارن عليها وهي ما تردش انا خلاص كده. يبقى انا اعمل ايه؟ اسمعيني. اعمل ايه؟ اروح لها. اقول لها يا شيخ. بس يبقى انت بتعملي اللي عليكي، انت كده بتعملي عليكي وتجري على ذلك. يعني كون هي رافضه ده انت ما عليكيش عقاب في المساله، لكن انا هوصل لحضرتك صوره مهمه جدا. جريج العابد يا استاذه دعاء لما كان بيصلي ما بيعملش حاجه، بيصلي، فامه بتقول له يا جريج، فهو قاعد يفكر اخلص صلاتي بسرعه ولا ارد عليها ولا اخرج من صلاتي وارد على امي. اجتهد، هو غلط، اجتهد. هل قل الادب مع الام؟ ابدا، هو بس اخل بالادب. كمل الصلاه. امه ايه؟ دعت عليه، قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المؤمسات. السؤال هو ظالم ولا مظلوم؟ هو اقل ادبه؟ لا. هل تعمد اساءة الادب؟ لا، ده اجتهد، هو اجتهد في الحته دي فاستجاب الله دعوه امه. خلاص كده. لكن في النهايه نجاه الله عز وجل. وكأن القصة دي بتقول لنا مهما الأم هتعمل، أنا ده نوع من أنواع الابتلاء فأنا صابر، اللهم لك الحمد. فطيب وفي أذى نفسي، الأذى النفسي أؤجر عليه لأني بصبر، أنا بكظم الغيظ قدام أمي. أنا ممكن أرد، لو واحدة غير أمي أنا ممكن أرد، ممكن أقوم أضرب، صح؟ لكن في أمي أنا بتعامل، ربي بيحطني في مقام اللي هو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طب أنا بروح لها وبقول لها ومعلش يا ماما وبوست إيديها، والأم عندها الجفاف ده، اعمل ايه؟ خلاص هو مش بايدك حاجه انت، لكن بتقولي يا رب انت تدعي بقى رب العالمين ان ربنا يعني يحنن قلب والدتك عليكي. طيب هل عليكي ذنب بالطريقه دي؟ لا، ما عليكيش اي ذنب. وانا بقول لكل ام انا اخشى ان يكون الذنب عليكي انت، على الام، الذنب على الام طبعا. يبقى ده من باب عقوق الام لمين؟ للابناء. وانت يا ندى حاولي انك انت تعيشي حياتك بقى الجديده مع جوزك وابنك وتدي لابنك ولجوزك الحنان اللي انت اتحرمتي منه. عدي العقبه دي، يعني لازم ان انت تتجاوزي هذه العقبه بالظبط. ما تقعدش بقى انها تستنى الحنان من امها، لان امها ما عندهاش حنان تديه. ما تقعديش تستني منها اي حاجه، انت بس اعمليها كده، يبقى في شعره بينك وبينها اللي هي ربنا وخلاص. بس كده. ربنا